طيب ناخد بالنا بقى ان القرارات اللي بناخدها مهمه ليه؟ لانها بتفرقع في وشنا، دلوقتي حالا بتفرقع في وشنا او بعد شويه بتفرقع في وشنا، هو القرار لو غلط هيفرقع في وشك كده كده، تمام. احنا بنتصرف ازاي لما القرارات الغلط بتفرقع في وشنا؟ كارثه. عاده في اي حته في العالم لما حد بياخد قرار فبيجيله العواقب بتاعت القرار ده وحشه، بيستفيد، بيتبسط، بيقول الحمد لله اتعلمت. هو ليه القرار ده نتائجه كانت وحشه؟ انا ليه اتاذيت؟ انا ليه خسرت؟ عشان عملت 1 2 3. طب تمام، اديني عرفت دلوقتي انه غلط، كويس ان انا اتعلمت الكلام ده في سن صغير، فالمره الجايه لما اجي اخد قرار هفكر في الحاجات دي ومش هعملها تاني. طب كويس، تمام، خبره، يبقى دي اسمها خبره. عملت ريفلكشن على التجربه اللي مريت بيها، استفدت بيها، كبرت، نضجت، ففي المستقبل اللي جاي احسن. فمحدش عنده مشكله انه يغلط، لان بيعتبروا الغلط جزء من الحياه، جزء من التعلم، جزء من ان انا بكبر، عادي جدا. الراجل صاحب شركه فورد ده في قصه، انا طبعا بتكلم زي بتوع التنميه البشريه، سامحوني انا ماليش فيهم خالص، بس يعني دي انا مش قصدي والله، هي دي قصص حقيقيه فعلا. يعني كان عنده موظف جه عمل غلطه كلفت الشركه كذا، فطبعا الموظف متخيل ان هو هيترفد، فطلع لصاحب الشركه بيقول له ارجوك وانا 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 وانا. قال له انت قلقان من ايه؟ انا لا يمكن ارفدك، لان الغلطه اللي انت عملتها دي انت لا يمكن تعملها تاني، وكل الناس اللي عرفت عن الغلطه دي لا يمكن تعملها تاني. فالمبلغ اللي انت خسرته لنا ده استثمار فيك وفي كل الناس، فانا لا يمكن امشيك، لان بسبب انك غلطت الغلطه دي مش هتغلطها تاني. حلو، كلام لطيف جدا. احنا بقى في الثقافه بتاعتنا بالتربيه بتاعتنا لما بنغلط بنحس بايه؟ بنقول احنا غلطنا، احنا مسؤولين عن الغلط، احنا اخذنا قرار غلط. لا والله ما بنعمل كده، لا والله العظيم على الطلاق ما بنعمل كده. امال بنقول ايه؟ انا ضحيه، انا ضحيه، انا عايش حاجه غلط، انا ضحيه. الضحيه ده داء اسمه داء الضحيه، ده اتيتيود في الدنيا اسمه فيكتيمست اتيتيود. ده شون كوفي كتب عنه كتاب اسمه ده، يعني كتاب 7 Habits of Highly Effective Teenagers. فده حته منه قد كده بتتكلم عن داء الضحيه، لان انت ماشي بيه على طول، احنا ماشيين بيه على طول، تربيتنا كده، احنا مش مسؤولين عن اي حاجه خالص، احنا نعمل اللي نعمله، ولو النتيجه جت كويسه يبقى احنا شاطرين، ولو النتيجه جت وحشه يبقى احنا مظلومين. فانت سقطت في الامتحان، لا يا حبيبي، ده علشان المدرسين مستقصدين، المدرسه هي اللي وحشه، انت اصحابك قلبين عليك وما بقاش عندك اصحاب، ده علشان يا حبيبي هم منافسين منك، لان انت احلى واحد فيهم واجمد واحد فيهم. شغل امك ده مضر ليك لدرجه غير طبيعيه، يعني عايز اقول لك امك مضره ليك لدرجه غير طبيعيه، ان انت احسن واحد وانت ما بتغلطش وانت تمام وانت زي الفل. والمشكله ان الام التانيه انت حمار وانت فاشل وانت غلط وكل الناس حلوه وانت وحش. انا عايز اخرج بقى بره امي وامك ونتكلم على انا دلوقتي وانا عندي 15 16 سنه لازم اكون سيبني بقى من اللي حواليا بيقولوا لي ايه، وانا اتعامل بالعقل. وانت صغير بتقع، امك وابوك بيضربوا الارض، بيقولوا الارض اللي غلطان، انت وحشه يا ارض، فلان وقع ليه؟ يعني لا يمكن تكون انت مثلا كنت بتجري بسرعه ما خدتش بالك، مش باصص قدامك. عادي ان في مرحلتك دي انك تقع، عادي، انت طفل برضو عندك 3 سنين، ما تقع يعني، ما تتنيل تقع، ما فيهاش حاجه. لا، احنا نغلط الارض، كل حاجه بتحصل لازم نغلط حد غيرك. فانا بقول خلينا عمليين، احنا ناخد قرارات كويسه، وما يطلع حلو يبقى الحمد لله، لما يطلع وحش طب هو وحش ليه؟ مش عشان انت ضحيه فتقعد تعيط وتشتكي ويقول لك انت اتظلمت، والتنسيق والوسايط كل حاجه براك. لا يا حبيبي، في حاجات جوانا احنا نقدر نظبط، في استعدادات نقدر نستعدها تظبط لنا الدنيا. سيبك من ده الضحيه.